ازاي توفري من مصروف ازاي، او ازاي تدبري وتظبطي ميزانية بيتك بحاجات نواقص بسيطة قوي ممكن تستبدليها بدل حاجات غالية حاجات رخيصة. طب ازاي يا دودو؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا دعاء ودي قناتي. لو اول مرة بتزوري قناتي ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف انا النهارده لما نزلت بدلت ايه يعني الحاجات الغاليه بدلتها بحاجات رخيصه، وايه اللي انا قدرت اجيبه ويوفر معاكي وكمان الكميه بتاعته تبقى متوفره وكويسه. اول حاجه كده يا بنات انا هوريكم كده شنطه هوريكم انا جبت ايه والحاجات اسعارها ايه بالظبط وايه اللي هنستبدله بدل الحاجات اللي احنا بنجيبها غاليه. اول حاجه يا بنات طبعا زي ما بقول لكم في الميزانيات او في المشتريات، كل ما تيجي تنزلي طبعا تجيبي التوابل بتاعتك سايبه وتجيبيها برده السعر المناسب ليكي. يعني انا كان ناقصني فلفل اسود فجبت ب5 جنيه فلفل اسود، اللهم بارك الكميه حلوه قوي. مش لازم اقف اجيب تمن، مش لازم اقف اجيب ربع كيلو. طب وليه؟ طب ما انا اجيب ب5 جنيه وكل ما يخلص اجيب ب5 جنيه. كده كده يا بنات الفلفل الاسود مش بنستخدمه اللي هي بكميات كبيره. طبعا بيعمل نكهه للاكل وطعمه حلو، بس مش الكميه بتاعته اللي هو الكتير اللي انت بتاخدي مثلا فلفل اسود كتير تبتدي تنزلي بالفلفل الاسود على الاكل. لا، فنجيب الحاجات النواقص ايه بتاعتنا. يعني بدل ما انا مثلا اجيب ربع او تمن فانا جبت ب5 جنيه فلفل اسود كده. كمان كان ناقصني مرقه فجبت برضو ب5 جنيه اهو. وبرده لما تخلص الحاجه اكيد هنجيب تاني، بس فانت بايه بتظبطي ميزانيه بيتك. مثلا الفلوس خلصت معاكي او الفلوس مقصره شويه، بدل ما انا مثلا هجيب علبه ب19 ونص او ب20 وانا مش هستخدمها كلها الايام دي مثلا، فانا اجيب ب5 جنيه مرقه وب5 جنيه فلفل اسود. كمان بقى لو ما عندكيش فاكهه او ما عندكيش حاجه مسكره او عايزه تظبطي الاولاد بس برضو الميزانيه مش سامحه معاكي، فهنجيب ذره فشار. انا جبت الحبه دول ب6 جنيه ذره فشار، اللهم بارك بجد. على فكره الحبه دول يعملوا لك كذا مره، لان حبه صغيره بيملوا لك الحله بجد ما شاء الله، بيملوا لك الحله حلوه قوي. لما يكون الكميه دي ب6 جنيه معكيش مثلا فلوس تجيبي فاكهه مثلا في حدود مثلا 20 او 15 او 25، فنبدل الفاكهه ونجيب بدلها مثلا ذره فشار. برضو الاولاد هتفرح بيها وبجد الكميه بتبقى رهيبه. فاحنا بدلنا يعتبر الحاجات الغاليه بحاجات ارخص. يبقى ذره الفشار ب6 جنيه، المرقه ب5 جنيه، الفلفل الاسود كمان ب5 جنيه. كمان جبت ايه تاني يا دودو؟ جبت بقى صابون سايل اهو، اللهم بارك. الكيلو عندي ب4 جنيه، بدل برضو ما هجيب مثلا ازازه الاوكسي او ازازه البريل او ازازه الفل. اقل ازازه لازازه الفل اللي هي اقل حاجه خالص ب11 جنيه. انا جبت الكيلو كامل كده ب4 جنيه، اللهم بارك. تقيل يا بنات بجد، بيتزود ميه وبجد حلوه قوي. يعني بصي بتجيبي المنظفات من مكان انت واثقه فيه بحيث ان هو ما يضرلكيش ايدك ولا اي حاجه. فانا بجيب المنظفات بتاعتي من مكان انا ضمناه. فجبت كيلو صابون سايل ب4 جنيه. كمان كان ناقصني سلك فجبت كمان ب3 جنيه سلك. مش لازم برضو اقف اجيب ب5 جنيه، مش لازم اقف اجيب ب10 جنيه سلك. طب ما انا اجيب ب3 جنيه ولما يخلص برضو هستخدم تاني او هجيب تاني. بس بجيب على حسب ميزانيتي، على حسب انا قادره اجيب ايه النهارده، قادره اجيب ايه بكره. ابقى كاتبه الحاجه قبل ما انزل في ورقه وقلم اللي انا محتاجه ايه، لان انا لو ما كتبتش الحاجه ونزلت بجد هتلوصي في السوق، هتروحي تجيبي ده وتجيبي ده وتجيبي ده، هتلاقي الفلوس بتاعتك خلصت وما كملتيش بقيه حاجتك اللي انت عايزاه. فانا جبت كمان السلك ب3 جنيه. جبت كمان يا بنات من الحاجات الرخيصه دلوقتي خالص هي الملوخيه. الربطه دي يا بنات والله 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 ب2 جنيه. ربطه الملوخيه دي ب2 جنيه، اللهم بارك. على فكره حلوه، ما تعملش غدوه دي ولا تعمل؟ لا طبعا تعمل غدوه، اللهم بارك. الربطه ب2 جنيه طبعا بديل برضو اي طبيخ تاني. مثلا لو انت مثلا مش متوفر معاكي ان انت مثلا تجيبي مثلا ايه بطاطس، مثلا كيلو البطاطس كيلو الربع ب10 جنيه، لو انت مثلا ايه ميزانيه محدوده، فلما تجيبي ربطه ملوخيه ب2 جنيه وتعملي جنبيها مثلا رز بالشعريه، حتى لو مفيش فراخ او لحمه مش مشكله. ممكن كمان ربطه الملوخيه دي تتاكل بعيش معاها بتنجان مخلل. فاللهم بارك بجد، اللي عايزه توفر وتدبر بتوفر وتدبر.
بتشوفي انت بتجيبي ايه. يعني لما انا اجيب الرابطه دي ب2 جنيه، جبت الصابون السايل ب4 جنيه، جبت الفلفل الاسود ب5، جبت المرقه ب5، جبت السلك ب3 جنيه، جبت كمان ذره الفشار ب6 جنيه. اللهم بارك، جبتي كذا حاجه مش حاجه واحده، ووفرتي ودبرتي على فكره، وهتعرفي تمشي ميزانيه بيتك في اي تدابير واي فلوس معاكي. زي ما قلت لك، بديل الفاكهه هاتي ذره الفشار، بديل مثلا الصابون خلاص هتجيبي ده. فاللهم بارك، هحسب لك كده الحاجات دي كده جبناها بكام. اللهم بارك، جبنا الحاجات دي كلها ب25 جنيه. جبتي يعتبر منظفات، جبتي اكله، جبتي تعتبر الفشار دوت بديل الفاكهه للمسليات، جبتي كمان توابل. اللهم بارك، علشان اللي بتدخل في الميزانيه وتقولك ايه ده الميزانيه سعرها قليل او ما تكفيش الافراد او ما تكفيش. لا، وليه؟ زي واحده كده داخلالي في الميزانيه اللي انا نزلتها ب 1500 جنيه للشهر، بتقولي ايه؟ اتقي الله، ال 400 جنيه كفوا سوبر ماركت. 400 جنيه كفوا سوبر ماركت. صاحبه الميزانيه عندها تموين، هما 4 افراد، ولما انت تديكي ميزانيه تقولك 1500 جنيه قسمهم لي في الشهر، فانت اكيد لازم تقسميهم على الشهر. جبتي حاجات قليله في بند، جبتي حاجات زياده في بند، فدي ميزانيتها. وبجد هي عجبتها الميزانيه، يعني صاحبه الميزانيه عجبتها الميزانيه. فانت داخله تقولي لي مش هيكفوا، وداخله تقول كمان علبه الجبنه معرفش بكام، البيضه هتكفي اسره. يا حبيبتي لو انت مش عاجبك الميزانيه خلاص ما تتفرجيش عليها. انا ما قلتلكيش امشي عليها في بيتك انت، يعني انا ما كلمتكيش انت وقلتلك امشي عليها في بيتك، انا منزلاها لمتابعه معينه، متابعه ذوق. ربنا يبارك لها، ربنا يوسع علينا جميعا. اللي بتحمد ربنا وبتشكره ربنا بيزيدها، لكن اللي هي يعني الحاجه مثلا اللي قدامها يعني بتستقلها، ربنا عمره ما بيزيدها بجد، لان هي مهما تجيب برضو شايفه الحاجه اللي قدامها قليله، فعمرها ما هتكتفي، عمر ما عينيها هتبقى مليانه. بالعكس، انا لما اجيب ربطه ملوخيه ب2 جنيه مثلا واقول الحمد لله عيني مليانه بيها، اللهم بارك، بجد كل حاجه بتزيد. اذا كان اكل، اذا كان فلوس، اذا كان فاكهه، ميزانيه، اي حاجه بتزيد طول ما انت بتحمدي ربنا وبتقولي الحمد لله، ربنا بيزيدك. وكمان في ناس ماشيه باقل من كده بكتير ميزانيات. بصراحه يا بنات، في ناس ممكن الشهر كله ما تاكلش لحوم غير مره واحده او مرتين، في ناس على قد حالها، فاحنا بنقول الحمد لله. لكن اللي انت تدخلي عندي في القناه وتقولي الميزانيه دي ما تكفيش، يا ستي ما تتفرجيش عليه. انا ما قلتلكيش، ما اديتلكيش انت ذاتك نفسك الميزانيه ان انت تمشي عليها. بجد انا مش عارفه الميزانيه مضايقه حضرتك في ايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب القناة تكون عجبتكم، وبقدم لكم حاجات للتوفير كتير قوي، يا رب تبقوا تقدروا تستفادوا منها. ولو عجبكم ما تنسونيش في الكومنت واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اسيبكم في حفظ الله، وباي باي.